صباح الخير او مساء الخير زي ما هتشوفوا الفيديو. المهم تكونوا بخير. انا يا جماعة قررت اني انا اعمل دايت، فاتمنى ان الاقي حد زيي ينضم معايا ونعمل دايت سوا. انا دورت كتير بصراحة على الفيسبوك وكده، لقيت في ادوية بصراحة ما انصحكوش بيها. فانا بعد تفكير يعني قلت ايه، طب ما احنا نحاول ناكل اكلات كويسة ومهمة ونقلل في الاكلات شوية. فدوت الا انا ان شاء الله ناوية يعني ناوية امشي بيه، ويا ريت الاقي حد زيي يشجعني. اللي يحب يشجعني يا جماعة يكتب لي في الكومنتات. انا هنزل وجبات ان شاء الله كل يوم، خفيفة وجميلة، وفي نفس الوقت تحسسنا بالشبع وهتساعدنا على الدايت. بس قبل اي حاجة انا حبيت اقول لكم على وصفة جميلة جدا. يعني الوصفة ديت هتطهر الامعاء عشان نبدأ كده الدايت بتاعنا زي ما بنقول كده على نضيف. اللي يعني الوصفة ديت عجبتني، فقلت ايه اما اقولها لحبايبي ولاصحابي ولكل متابعيني. ممكن يا جماعة للاطفال برضو، يعني اي بكتيريا في الامعاء، اي بكتيريا، اي طفيليات. بصراحة وصفة بسيطة جدا ومن مطبخنا وهتقضي عليها. نقول بسم الله وعلى بركة الله كده. شوفوا وصفتنا ايه. يلا تعالوا معانا نشوف الوصفة ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. نص كوباية مية هي يا جماعة، نص كوباية مية. ودي خميرة، معلقة عسل، العسل النحل بتاعنا الجميل. العسل ده جميل جدا، انا جايباه من البلد بصراحة تحفة. هنقلبه كويس جدا. الوصفة دي يا جماعة حلوة جدا لتنظيف الامعاء، واللي عنده طفيليات اللي فيه بكتيريا بتنظفها. وصفة سهلة وجميلة ومن مطبخنا، مش هتكلفنا اي حاجة. احنا هنجننا ندوب لحد ايه العسل ما يدوب. فكرة العسل ان يعني الناس اللي الخميرة يعني ممكن تضايقهم او كده، العسل مفيد برضو. هيساعد يعني يبقى طعمها كويس، هتحسي ان طعمها كويس. بصوا خلاص كده. هو يفضل الوصفة ديت على معدة فاضية، يعني انتي ابدأي معايا كده بالصلاة على النبي كده، اول ما تصحي الصبح تعملي الوصفة دي. وصفة جميلة وسهلة ومش مكلفة في نفس الوقت. هتخلي الامعاء ايه نظيفة، اي بكتيريا، اي فطريات، اي حاجة فيها هتخلص عليه. هي ديت وصفتنا النهاردة. يلا يا جماعة، من بكرة ان شاء الله هنبدأ الدايت سوا. انا جايبه لكم اكلات جميلة جدا هتساعدنا على الدايت وهتقلل وزننا وهتخلي صحتنا حلوة. هبتدي اشربها بقى اهوت عشان ايه المسبقية. بس بسم الله الرحمن الرحيم. على فكرة طعمها كويس جدا، مش وحش. العسل مخلي الطعم بتاعها كويس. الحمد لله. بس دي كانت وصفتنا النهاردة. اللي هيبدأ معايا الدايت نقول على بركة الله ونعمل اول حاجة الوصفة البسيطة ديت. يلا اقول لكم ان شاء الله انتظروني بكرة في اول فيديوهات للدايت ان شاء الله، اول فيديوهاتي، وهقول لكم على حاجات جميلة جدا وعلى خطوات حلوة هنمشيها سوا. اللي تحب تنفذ الدايت يا جماعة يشرفني في قناتي. يلا السلام عليكم.